انت بتصور دي ليه؟ بتصور دي ليه؟ اهم يا باشا بتصور دي ليه؟ حط ايدك يلا تصوني انا وبنات يا دي الكلب ليه ما دول؟ يعني انا كنا على طريق العباسه بالبيس، يعني على طريق ابو حماد بالبيس، في حته اسمها العباسه ما بينها وما بين الواقعه قول نص ساعه. طبعا احنا العربيه دي كانت نص نقل، اللي هي دبابه كده، اللي هي مش نص، هي نص نقل، اللي هي الدبابه دي ماشيه جنب مننا. اتفاجئنا لقيته عمال يشاور لابني نزل الازاز. احنا فكرنا ان هو عايز حاجه او كده، فابني نزل الازاز يشوف عايز ايه، جاي له من ناحيه من على الشمال، يعني من ناحيه الازاز بتاعه. مش السواق راكب جنب منه اتنين، واحد من الاتنين دول هم اللي نزلوا الازاز لاحمد ابني. فاحمد بيشوفهم عايزين ايه، قال له ايه بنفس اللفظ، الليله بكام مع البنات اللي ورا دي، الليله بكام. طبعا ابني اتنرفز عليه، قال له الليله شتمه تمام كده، وقام شدد الازاز وقال خلاص. قلت له خلاص يا احمد سيبك منه وامشي في حالنا. فابتدينا نمشي، اتفاجئنا ان هم ورانا، يعني اتفاجئنا العربيه دي قطرانا بقى. ابني يهدي وراه. ابني لو دخلنا في اي حته كده في طرق زراعيه بلاد ما ينفعش احنا ندخل فيها. قلت له مدي يا احمد نشوف اي حد نقطه، اي كمين، اي مرور، اي حاجه من دي نستنجد بيهم، لان ابني لوحده في العربيه وانا كان معايا بنتين جنب مني، طبعا بناتي ماشيين بشعرهم ومراته قاعده جنب مني. هو تقريبا هم يعني استشفوا ان احنا ناس شمال، فاهمني ازاي؟ الله اعلم. ابتدت المطارده هنا، اركن يلا معرفش ايه، ابتدت المطارده تيجي من هنا. جه في الطريق ده كله مطبات، قلت له كل المطبات يا احمد المهم ان احنا ما نوقفش، عشان لو وقفنا هينولوا منك يعني. دول كانوا 3 والعربيه بتاعتهم شديده عننا. المهم يعني جه عند مطب، اتفاجئنا ان هم هدى، احنا خلاص انت هديت ماشي مفيش مشكله. اتابي 2 نزلوا من العربيه دي ركبوا عربيه ميكروباص تاني. احنا ما خدناش في دماغنا ان الميكروباص والعربيه دول مع بعض، فاهم حضرتك؟ ابني يجري، وبقت طول الطريق لو في كاميرات على الطريق هتشوف المطارده بجد يعني. ابني يجري، طبعا العربيه بتاعتنا لانسر 1300 سي سي، طبعا ضعيفه عن الدبابه، فما عرفناش نطلع منه. جه عند مطب قاسي قوي، طبعا المطب ده لو احنا كنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة قضايا اليوم. طبعا يا جماعة الموضوع النهاردة ده موضوع في الحقيقة موضوع مقلق جدا بجد. بقيت المواضيع ماشية في مصر بشكل يعني يخوف الناس، في الحقيقة بقيت تخوف جدا جدا جدا. الموضوع اللي هتكلم فيه ده ممكن اي راجل في الدنيا يتعرض له، اي واحد في الدنيا يعني ممكن يحصل معاه الموضوع ده. فلازم انا لما بنزل الفيديو دلوقتي منزلاه وعايزه الكل يشارك الفيديو ده مع كل اللي يعرفه، وعايزين نجيب حق الناس دي يا جماعه. الموضوع اللي حصل اللي هو كان فيه واحده ست ومعاها ابنها اسمه احمد وعيالها بنات 2 ومراته ومرات اخوه. سوري لا ما كانتش مراته، ده هو كانت مرات اخوه واخواته 2 البنات ووالدته كانت معاه. طبعا يعني هو ده واحد عادي سايق العربية بتاعته ومع الستات دي في العربية، قابلوا عربية تانية ويوقفوا، وطبعا هو يعني هم عمالين يشاوروله فهو مش فاهم حاجة، فنزل الشباك الازاز ده علشان يتكلم ويفهم هم عايزين ايه، يعني بيفتكر ان في اي حاجة او كده، فحب يساعد. فبيقول لهم في ايه يا جماعة؟ قالوا له ايه رأيك انك انت يعني تسيبهم وشوف بكام. فقال لهم ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ هو مستغرب اللي هو سمعه. قالوا له فعلا انت ممكن تسيبهم وتشوف تاخد فيهم كام. طبعا هو كراجل واحنا عارفين طبيعي يعني اكيد انتوا عندكم رجاله في بيوتكم وكده، مفيش واحد هيقبل الكلام ده على اهل بيته، وبعدين ده معاه اقرب الناس، يعني معاه والدته واخواته البنات 2 ومرات اخوه، يعني كلهم في النهايه هم شرفه وعرضه. فمتخيلين الكلام اللي اتقال ايه؟ متخيلين ان حد يوقفه ويقول له يعني تدوم لنا بكام ولا يعني كلام بصراحة آخر قلة أدب ووقاحة منهم.
طبعا هو كان هينزل يتخانق معاهم، ووالدته زي اي ام قالت له بس يا ابني اقفل الشباك وخلينا ماشيين في حالنا. فعلا قفل الشباك وبدأ، فعلا يا جماعة هو فعلا قفل الشباك الإزاز وبدأ يمشي في الاتجاه اللي هو ماشي فيه أصلا، وما كانش فيه أي مشكلة. طبعا بدأ بعد كده اللي يحصل إن لقي إن العربية دي بدأت برضو تهوشه جامد جدا جدا جدا، ويحصل مشكلة جامدة قوي ما بينهم. بدأ بعد كده هو نفسه يعني خلاص فاض بيه لما لقي ان العربية دي رايحة جاية بتحاول ان هي تتشاكل معاه. فخلاص كان هينزل لهم، وبرضه والدته قالت انا خفت عليه لانه في النهاية هو شاب لوحده، وانا وعيالي البنات ومرات اخوه يعني مش هنعرف نعمل معاه حاجة. فطبيعي جدا قلت له لا يا ابني خليك مكمل زي ما انت، مالكش دعوه بيهم، دول شباب سفله ومش كويسين وكده. بعد كده بص لقي ان في عربيه تانية على طول، عربيه برضو ميكروباص، راحت جايه ومقفله عليه، يعني كده بيقوا عربيتين مع بعض، جت قفلت عليه وخبطت له العربيه زي ما انتم ما شفتوا كده. في الحقيقه بعد ما حصل اللي حصل ده كله والخناقات والمشاكل، بدأوا بعد كده لما الناس بدأت تتلم، راحوا البلطجية دول قلالات الأدب دولت نزلوا قالوا الستات دي سارقين مننا موبايلاتنا. فطبعا كل واحد بقى عمال يرمي اتهامات على التاني. فطبعا الناس لما بصوا لقوا ان في واحدة ست مرمية على ابنها وعمالة بتعيط عشان هو برضو اتعور، وبرضو في البنات اللي معاهم قاعدين يعيطوا وقعدوا يحكوا اللي حصل بالتفصيل من البلطجية دول. الناس بدأت طبعا تصدق، فبدأوا بعد كده يتصلوا بالشرطة، والشرطة جت شافت الواقع وشافت الموضوع وصل لإيه والكلام ده كله. طبعا يا جماعة طبعا في أثناء ما هم كانوا بيتصلوا بالشرطة، البلطجية دول لما لقوا الدنيا كلها اتقلبت عليهم طلعوا يجروا أخدوا عربياتهم وطلعوا يجروا. طبعا دي أرقام العربيات اللي هي كانت بتحصر الست وعيالها. طبعا في النهاية عايزين الكل يشير الفيديو ده، عايزين الكل يوصل الفيديو ده علشان العيال دي تتمسك. العيال دي يا جماعة شوية بلطجية معلش يعتبروا حسالة المجتمع، ان يوصل بيهم الحال ان يوقفوا ناس محترمة في الشوارع ويعملوا معاهم ده، فدي في حد ذاتها فيها سجن المفروض ما يقلش عن 15 سنة بالراحة. لان ناس زي دي اقسم بالله فعلا ناس مش محترمة. ان لما واحد يوقف حد بعربيته بالشكل ده كده يعتبروا قطاعين طرق. ومش بيكتفوا بكده وبس، دول هم عايزين يعني معلش ياخدوا الستات دي يعملوا معاها حاجات يعني اكيد حاجات مش كويسة، ومتخيلين ان واحد يبقى ماشي مع اهل بيته كلهم ويحصل معاه الموقف ده. احنا فين يا جماعة؟ احنا في النهاية في بلد اسلامية، ليه اللي بيحصل ده كله؟ ايه اللي بيحصل ده كله؟ احنا متأكدين ان الشباب اللي موقفين الناس دي بالشكل ده فدي مش شباب محترم، دول اكيد ملهمش اهل يربوهم، لان دول لو متربيين عمرهم ما هيعملوا حركة زي دي، ولا هيقولوا حاجات زي كده، ولا هيتعاملوا بالشكل القذر ده. في الحقيقة احنا مش عارفين احنا واصلين لفين. الامور لما توصل لكده احنا واخدين الامور يا جماعة بضحك وبتهرج وخلاص. لكن معلش اي حد في موقف الشاب اللي اسمه احمد ده، اي حد في موقفه هيحاول انه ياخد حقه مرة واثنين وثلاثة. فليه شباب زي دي ما ينفعش اصلا يتقال عليهم ناس محترمة ولا لهم حق يحصل منهم اللي بيحصل ده؟ انتوا ناس لو عندكم بتحترموا الشرف وبتحترموا العرض وبتحترموا الكلام ده كله ما كنتوش هتوقفوا واحد بالستات معاه بالشكل ده. لكن انتوا ناس لا عندكم شرف ولا عندكم عرض في الاخر. اتمنى من الكل يشير الفيديو عشان العيال دي لازم تتجاب، ده ما يتقالش عليهم الا شوية عيال حسالة في المجتمع، لازم تتجاب وتتربى. اسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.